لو نفسك تكبر عضلاتك، لو عملت كل حاجة ومش عارف توصل، عاوز تتغير من كده لكده، تابع معايا الفيديو لغاية الآخر. التغذية 70% من النتائج بتاعتك علشان توصل للجسم اللي انت عاوزه. رقم واحد، التغذية لازم تدخل فائض من السعرات في يومك من 500 إلى 1000 سعر حراري، ويبقى من أكل نضيف عشان تستفيد فيه بناء العضلات والجسم ما يستخدموش في تخزين الدهون. يعني فائض السعرات ده يبقى فائض سعرات من أكل صحي زي الرز، زي البطاطا، زي الشوفان، يبقى كارب نضيف. تاني حاجة في التغذية، لازم تبدأ تدخل ما بين 1.5 جرام إلى 2 جرام بروتين كل كيلو في جسمك يوميا. يعني انت لو واحد مثلا وزنك 50 كيلو هتضربه في 2، يبقى انت هتدخل 100 جرام بروتين يوميا. مش شرط يبقى بروتين حيواني، ممكن بدماغك انت او بدماغ مدربك الذكي يقدر يوفر لك ويدخل لك نوعين بروتين نباتي بيكملوا بعض في الاحماض الامينيه. فمش شرط يبقى ال 100 جرام بروتين حيواني بس. تاني جزء هنتكلم في التمرين، حاول تركز على التمارين المركبة، وحاول تركز على العضلات الضعيفة عندك. طبيعي عند اي حد بيبقى فيه عضلات مميزة وعضلات ضعيفة، تبدأ تركز على العضلات الضعيفة اللي عندك عشان تعمل تناسق وتكبر عضلاتك في العضلات اللي محتاجة تزيد. يعني مثلا في ناس بتبقى عندها عضلات البنج ضعيفة جينيا كده، ماما بيتمرنها ماما بيعملها، يبدأ يدخلها مرتين في الأسبوع، يبدأ يدخلها 3 مرات في الأسبوع. تبدأ تهتم بالتمارين المركبة، تبدأ تهتم بالبنج بريس، تبدأ تهتم بالديد ليفت، تبدأ تهتم بالبار رو، تبدأ تهتم بأي تمارين مركبة، تبدأ تهتم بالديد ليفت. كل التمارين المركبة لازم تبدأ تهتم بيها. تمام، دي نقطة التمرين. لازم تبدأ تزود الأحمال التدريجية. لو معرفتش تزود الأحمال التدريجية من ناحية الأوزان، ممكن تبدأ تزود مجاميع، ممكن تبدأ تغير أسلوب التمرين، ممكن تبدأ تدخل أساليب جديدة، ممكن تغير التمارين نفسها. تمام، فأنت حاول طول الوقت تعمل تطور في الاوزان بتاعتك، او تطور في المجاميع بتاعتك، او تطور او تغير بشكل عام في التمرين بتاعك. لازم تبدا تبعد عن التمارين العشوائيه، لازم تبدا تعمل خطه ليك مخصصه. بلاش التمارين العشوائيه، بلاش تدخل الجيم وانت مش عارف هتلعب ايه، بلاش تدخل وانت بتلعب العضله اللي تيجي على هواك. لا، انت لازم تبدا تعمل خطه وتعمل نظام مخصص ليه علشان تلاقي نتيجه احسن. اي حاجه عشوائيه مش هتوديك لاي نتيجه، لكن لازم تمشي على خطة معينة. ابعد عن التمارين العشوائية، ابعد عن التمارين اللي انت بتحبها. يعني في ناس بتحب عضلات معينة تدخل تقول لك هلعب كل يوم العضلة دي. طب ازاي يا ابني؟ طب ما في بقية العضلات هتلعبها ازاي؟ لازم تبدأ تمشي على خطة معينة. النقطة هتكلم فيها الفيديو ده، هتكلم عن النوم والريكفري. نام ما بين 7 إلى 9 ساعات. النوم اقل من 6 ساعات غلط، والنوم اكتر من 10 ساعات نفس الكلام برضو غلط. لكن بشرط النوم اكتر من 10 ساعات، وانا اتكلمت عن الموضوع ده في فيديو، ان انت لو انت شغلك مجهد، او ان انت كنت مطبق، او ان انت مريت بيوم متعب ومرة كده بس اللي نمت فوق ال10 ساعات عادي. لكن لو انت كل يوم نومك بيعدي 10 ساعات، لا، يبقى كده انت في مشكلة. ممكن تبقى خمول في الكبد، ممكن تبقى اي مشاكل تانية، في مشاكل كتير في الجسم. من الاعراض بتاعتها كترة النوم، بس من اشهرها الخمول في الكبد. فلازم تبدأ تروح عند طبيب تشوف الموضوع ده. ولو انت من الناس الهارد جينر اللي رفيعة جدا وحرقها عالي جدا، يفضل ان انت تاخد ما بين 2 إلى 3 ايام راحة اسبوعيا حسب الشخص اللي قدامي. في ناس بدلها يوم راحة، في ناس بدلها يومين راحة، في ناس بدلها 3 ايام راحة. لو انت واحد هارد جينر او بتزيد بصعوبة كبيرة جدا، فانت الافضل ليك ان انت تاخد ما بين 2 ل3 ايام راحة في الاسبوع وعشان تعمل ريكفري، وعشان تاكل فيهم وتحاول تدخل فيهم زي ما قلت لكم فائض من السعرات كبير، وتدخل فيهم بروتين عالي عشان تستفيد وتزيد عضلات. لكن لو انت شخص بتزيد بصعوبه وبتتمرن 5 ايام في الاسبوع ولا 6 ايام في الاسبوع، فانت كده مش هتوصل لاي نتيجه وواقف محلك سر. بس ودي كانت حلقه النهارده. شوف عايزين نتكلم عن ايه الحلقه اللي جايه والبرامج المخصصه، سايب لكم رقمي تحت، ابعتولي كلمة تدريب وتوصلكوا كل التفاصيل والتحولات زي ما انتم شايفين قدامكم. الحمد لله في اقل مدة بنعمل تحول زي ده. وما تنساش تشترك في القناة وبس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.